الدنيا مقلوبة بسبب موضوع ترمبات البنزين اللي عماله بتبوظ ده، فتعالى اقول لك كده ايه اللي ممكن يبوظ ترمبة البنزين في عربيتك. اغلب الظن بيكون البنزين اللي جودته قليلة شوية، ومجلس الوزراء لسه مطلع بيان دلوقتي بيقول ان يعني في عينات اتاخدت وقياسات اتعملت، المفروض ان مفيش مشكله في البنزين اللي موجود يعني، والله اعلم. في سبب تاني ممكن يبوظ الترومبه، وهو ان فلتر البنزين يكون مسدود، فده بيحط ضغط اكبر على الترومبه، بيصعب ضخ البنزين للموتور، وممكن مع الوقت يبوظها. طيب ازاي تعرف المشكله في الترومبه ولا في حاجه تانية؟ اغلب الاوقات لو في مشكله في الترومبه وانت بتدور العربيه هتلاقي التدويره تقيله شويه كده، العربيه مش بتدور على طول معاك من اول مره، لان البنزين مش بيوصل بسهوله للموتور. نفس السبب كمان هيخلي العربيه تقطع كده وهي ماشيه، وبعد ما العلامات دي تظهر ممكن العربيه تقف خالص. في حاله تانية العربيه ممكن تقف فيها خالص، بس المشكله ما تكونش في الترومبه، ممكن تكون في العوامه. مؤشر البنزين اللي قدامك بياخد القرايه بتاعته من العوامه، لو العوامه بايظه ممكن يقول لك ان العربيه لسه فيها بنزين، بس في الحقيقه مفيش غير شويه بنزين صغننين كده في التانك، فالترومبه تكون سحبه البنزين كله والعربيه تقطع منك. بس المشكله ان في عربيات كتيره العوامه بتاعتها مش بتبقى موجوده لوحدها، بس لو مشكله حصلت عندك ان العربيه وقفت فجاه حاول تدور عليها. فلو انت عندك مشكله بقى من اللي قلنا عليهم دول، روح اكشف على الترومبه دلوقتي. ولو حصلت معاك المشكله دي فعلا واضطريت تغير الترومبه قريب قول لي في الكومنتس.